واهلا بيكم في واحد سيوة، وبالذات تحديدا في قلعة شالي. شالي باللغة السيوي يعني بيتي او بلدي. هي اصلا قلعة شالي دي اللي هم كانوا عايشين فيها، لو اتفرجتوا معايا هتلاقوا دي بيوت، يعني البيوت جنب بعضها. الشارع عبارة عن الشارع اللي انا واقفة فيه ده متر، ده الشارع الرئيسي بتاعهم. اما الشوارع الفرعية ما تعديش النص متر. قرية شالي دي القلعة اللي كانوا عايشين فيها، هي أصلا جبل. قبائل الأمازيغ اللي كانت بتعدي من مصر علشان التجارة أو تيجي للحج كانت موجودة، بتروح قاعدة هنا ومستقرة، أو زي ما تقولوا كده إيه، بتاخد ريست يعني. الموجود ده كانت عندهم طبعا بحيرات، عندهم الجناين، كانوا هنا بيشتغلوا أهل سيوة بالزراعة. جمعوا بعض قبائل الأمازيغ اللي كانت عايشة في أماكن كتيرة في الجنوب، جنوب السودان، جنوب دول المغرب العربي، والأساس جنوب موريتانيا. جم هنا لما وقعوا في غرام سيوة، جم على الجبل ده وقعدوا فيه وسموها قلعة شالي أو بيتي زي ما قلت لكم. كانوا بيتجمعوا الأسرة، الزوج والزوجة والأولاد، كل واحد له أوضة. ده شارع، لا دي أوضة. في شوارع فرعية صغيرة كانوا بيعدوا منها برضو. بصوا الشارع صغير جدا. عملوا بوابة لهم علشان بالليل يقفلوها عليهم. كانت في غزوات بتحصل، فكانوا لما بيحصل غزوات كانوا بيفضلوا قاعدين في القلعة دي، ما كانش حد بيقدر يقرب لهم لأن البوابة عالية وكانوا بيشوفوه، فلو حد جه أو قرب منهم هيموتوه على طول في الحال. كانوا بيعيشوا ازاي بقى أيام الغزوات؟ أنا فوجئت إن هم عاملين ممرات تحت القلعة ربطاهم بأماكن تانية كانوا بيعدوا منها ومحدش بيشوفهم. كمان كانوا حافرين بير علشان يشربوا لما يبقى فيه غزوة، والمية دي جاية من العيون الكبريتية اللي موجودة هنا في سيوة. تعالوا سيوة.